السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة كويزين تودا. نتمنى ينال اعجابكم. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم سيجار بالدجاج، تيجي لذيذ بزاف بحشوة مختلفة. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوهم حيت فعلا تستحقوا التجربة. في اناء غندير شويه ديال الدجاج قطعته بهذه الطريقه هذه. الكميه ديال الدجاج تتبقى على حساب افراد الاسره. وغنضيف التوابل، ضفت شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم البلدي، وشويه ديال السكنجبير، ومعلقه كبيره ديال لاموطارد، وراس معلقه ديال الزعفران. يكون حر، الا ما متوفرش عندكم استعملوا ضمات الزعفران، وثلاثه د الفصوص من الثومه. صافي غنخلط الدجاج مع التوابل حتى ينسجموا مزيان، وغنخليه 20 دقيقه تيشرب ديك التتبيله. صافي من بعد ما دازت 20 دقيقه في مقله درت معلقه كبيره ديال الزيت، وغنضيف داك الدجاج باش نشحرو. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتجربوا هذه الوصفه حيت فعلا تستحق التجربه، جات لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. صافي غنشحر الدجاج مزيان حتى يبان ليا راه نشف من الماء وبقات غير ديك الزويته اللي ضفنا. صافي غنحيدو ونديرو في اناء. في نفس المقله غنضيف معلقه ديال الزيت، وغندير بصله مشلضه غنخليها حتى تنزل شويه، وغنضيف حبه من الجزر غنحككها في الحكاكه الرقيقه. غنشحرهم حتى ينزلوا ويبانوا ليا راه طيبين. غنضيف شويه ديال الملحه قبل ما نطفي على البوطه. ضفت شويه ديال الربيع، قزبور ومعدنوس. غنخلطهم شويه حتى ينسجموا مع الحشوه، وغنطفي على البوطه. وغنضيف شعريه صينيه بعد ما رقدتها في ماء مغلي وخليتها حتى طلقات. وغنضيف داك الدجاج اللي شحرنا من قبل. صافي وغنخلط العناصر كاملين حتى ينسجموا. صافي بعد ما الحشوه وجدات غنخليها حتى تبرد، عاد نعمرو بها السيجار ديالنا اولا البريوات. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لايكاتكم او اشتراك في القناه لما لا، باش ان شاء الله تزيد تكبر القناه. صافي بعد ما الحشوه وجدات زيد هنايا ورقه ديال البسطيله. استعملت ورقه صغيره، الا غتستعملوا ورقه كبيره قسموها على النص. صافي غندهنوهم بشويه ديال الزبده، وغنحط الحشوه. ديروا كميه لا باس بها من الحشوه. هنايا ضفت شويه ديال الفرماج موتزاريلا باش نجربوه حيت قديته في الدار. الا بغيتو نشارك معكم الوصفه قولوها ليا في التعاليق. صافي غنشكل السيجار ديالي بهذه الطريقه، هذه الطريقه المعتمده. غنشكلهم كاملين حتى نسلي الكميه كامله. هنايا ما تنديرش الدقيق حيت غنطيبهم في الفران، يعني ديك الجهه اللي تتكون فيها الورقه محلوله كنردها لتحت. صافي بعد ما ساليتهم غندهنهم بشويه ديال الزبده، وغندخلهم للفرن على درجه الحراره 180 درجه. وإلا غتستعملوا الفران ديال الغاز غديروهم على عافيه تكون مهيله باش يتقرمشوا من برا ويطيبوا من الداخل. صافي هنايا بعد ما تحمروا زينتهم بشويه ديال الفرماج من الفوق. رديتهم للفرن غير باش يذوب الفرماج اللي ضفنا. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا، جاو مقرمشين ولذاذ بزاف. جربوا هذه الحشوه، انا متاكده غتنال اعجابكم. حشوه مختلفه وجات لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من لايكاتكم. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده.